ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في حرب دايره بين مطعمين كبار في اسكندريه، وقررنا نشوفهم هما الاتنين بيعملوا ايه. خواطر دمشقيه وكرم الشام، الاتنين دول داخلين طحن في بعض، فقررنا نجرب ونقول لكم راينا فيهم. تابعوا معانا. ثلاث معالق. ده خواطر دمشقيه فته وماريه. هنجربهم مع بعض ونقول لكم ايه راينا فيهم، ونشوف بردك المنتجات التانية بتاعت كرم الشام عامله ايه. هنبدا بالماريه. دي الماريه بتاعت خواطر دمشقيه، ودي الماريه طبعا هو في فرق واضح في الحجم زي ما انتم شايفين، تمام، بس هو برضه في فرق في السعر بالمناسبة. فهنجرب ده لوحده وده لوحده نقول لكم رأينا. نبدأ الأول خواطر دمشقية. ده شكل الحشو جواها. أنا شايف إن الحشو مش كتير ومش أحسن حاجة. اوكي، ده كرم الشام فيه طبقة جبنة، والحشو كتير. أنا شايف إن هو كويس. خلينا نجرب بقى الطعم الأول. بسم الله. الطعم بتاع كرم ده خاطر دمشقية، حاسس ان تقريبا عليها باربيكيو، فاعطيها الطعم الميكس بين الحلو والحادق ده. وفي فيديو قبل كده قلت لكم ان انا الطعم ده ما بحبوش قوي، بس ممكن يناسب ناس تانية. والبطاطس هنا في لفته ان في شويه بطاطس هنا موجودين اهو، نجربوها برضو. بطاطس طازه. اوكي، ده انا بالنسبه لي بسبب طبعا الطعم اللي فيه بتاع الباربيكيو ده ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي. هنجرب كرم الشام. بسم الله. بصراحه في فرق واضح بين الاتنين. ده معلوش باربيكيو، في سنه سبايسي كده، مديه الطعم لذيذه شويه بالنسبه لي، بحب الحاجات السبايسي. فمديه الطعم طعم الجبنه واضح وحلو جدا. الشاورما جوسي وطريه كده. وناريه كرم الشام تكسب باكتساح. دي فتتين خاطر دمشقيه كرم الشام تقريبا الحجم هو ما فيهوش اختلاف. خلينا نفتحه مع بعض. دي الفتة بتاعت خواطر دمشقية. أنا شايف إن نسبة الشاورما فيها أكتر من الكرم الشام. حتى الحجم أنا شايف إن برضه خواطر دمشقية أتقل. ده المنظر. خلينا بقى نحكم بالطعم. نجرب كده. بصوا كده، أنا حابب أوريكم كمان التقطيعة بين دي وبين دي. أنا شايف تقريبا كده إن اللي هيكسب في الشاورما خواطر دمشقية. دي فيها هنا مش محمص. دي تقريبا مفيهاش، لا فيها برضو. فيها بس مش محمص قوي، طري تقريبا بسبب التوميه اللي عليه، فمخليها طري كده. نجرب دلوقتي الطعم بقى. اوكي،
يعني طعم الشاورما ما كانش باين تقريبا، انا اخدت قطعه قليله. خلينا نجرب معلقه تاني. انا شايف ان العيش المحمص عطيها طعم لذيذ جدا، اللي هو طعم الشاورما مع التوميه مع الرز، فعطيها طعم، وقرمشت العيش معاها فعطيها طعم كويس جدا. نجرب كرم الشام. بسم الله. لا انا محتاج ادوق طعم الرز لوحده، عشان انا محتاج اتاكد من حاجه بس. الرز طعمه هتحس ان عليه ليمون حادق سيكا، بس الشاورما مش كلها يعني. انا شايف ان القطعه دي مثلا هتبقى ناشفه جدا، مش احسن حاجه، فهو تقريبا حسب التقطيع بتاعها. ده متوقع. طيب مجملا خواطر دمشقية يكسب في الشاورما باكتساح. طعم قرمشة العيش طعمه مقرمش، تحس ان هو فريش قوي. طعم العيش في كرم الشام طري تقريبا، او تحس ان هو معمول من بدري فطيري، او ما اتحمصش بشكل واضح، ف مخليه المقارنه بينهم تروح لخواطر دمشقية المره دي. طيب هو بس بالمناسبه انا كنت حابب اقول حاجه. السعر بقى، هو خواطر دمشقية عامل عرض كده، واحدة ماريا اللي انا وريتها لكم ديت ومعاها الفتة ديت، وكرم الشام عامل الفتة ديت ومعاها الماريا ديت، طبعا الماريا بتاعتهم ممتازة جدا، وكرم الشام معاه كمان 4 قطع بروست. 4 قطع بروست ده العرض ده كده عامل 175 جنيه، والعرض ده عامل 90 جنيه. انا شايف ان الفرق في السعر كتير على انه يكون بس في 4 قطع بروست، فانا شايف ان محتاجين يظبطوا شويه. الكرم الشام محتاج يظبط شويه الشاورما بتاعته، وخاطر دمشقية محتاج يظبط المرايه بتاعته شويه، لكن مقارنه بالسعر هي الحسم فيها صعب شويه. فانا هسيب لكم انتوا اللي تقدروا تحسبوا الموضوع دوت، لكن لو قررتوا تاكلوا ماريه بس فهتكون كرم الشام. طب لو قررنا ناكل شاورما بس، خاطر دمشقية. دي كانت تجربتنا النهارده، وحابب ارائكم تكون معايا، وحابب تقولوا لي هجرب ايه المره الجايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.